شفت يا لانجو؟ عمو اداني 5 جنيه. ده انت مرزق بقى. على فكرة انا لا ملزق ولا حاجة، بس انا شغلت دماغي بس. شغلت دماغك ازاي بقى يا عفريت؟ قول لي، ده انا على الحديد. بص بقى يا سيدي وركز معايا. اول حاجة هتروح تسلم على عمك، وبعدين ايه ده؟ هو عمك جوه؟ ايوه جاي من شوية. المهم انت بقى هتقول لابوك على الفلوس اللي انت عايزها. اه يا ابني، ليه يا عفريت؟ عشان لو ابوك ما ادانيش الفلوس عمك يديهاني. الله ينور عليك، بالظبط كده. لا ده الله ينور عليك انت. انا هقوم بقى عشان انفذ الفكره دي. يبقى اطلب 10 جنيه زيادة في الفلوس ليه؟ يا عم روح. ازيك يا عم، وعامل ايه؟ الحمد لله يا ابني. يعني مزعل ابوك كده؟ انا اقدر ازعله؟ وليه؟ هو قال لك ايه؟ بيقول انه مالكش غير السهر والخروج مع اصحابك والسايبر، وانت المفروض كبرت على الحاجات دي. ايه يا بابا بس الفضايح دي؟ هو عمك غريب؟ لا طبعا غريب ايه، ده انا بحبه قوي. الله يخليك يا حبيبي. طب انا اسف يا بابا، مش هعمل كده تاني. المهم تشوف لي 100 جنيه معاك. 100 جنيه؟ ليه ان شاء الله؟ ناوي تروح تجيب لبس؟ في حد هيروح يجيب لبس ب 100 جنيه؟ ما تحضرنا يا عم. بس خلاص تعالى خد. يا نهار اسود، ايه الميتينات والميات دي كلها دي؟ ده معاه فلوس كتير قوي. امسك يا ابني. لا يا عم، بابا هيدين. قول للواد يمسك يا حاج. خد من عمك يا زفت. حاضر يا بابا. والله يا عم انت زي العسل.